ألف مبروك المنتخب المغربي للفوتسال، منتخب عالمي، فوز المنتخب المغربي اللي فاز عن جدارة واستحقاق، وفاز على المنتخب الأنغولي. وشفتوا اللياقة البدنية ديال الأنغوليين لأنها كانت هي المنتخب الوحيد اللي كان ند للند مع المنتخب المغربي. المنتخبات الآخرين كاع فاز بهم بنتيجة كبيرة ونحساس كبار. قادر هذا المنتخب يمشي بعيد ويمشي باش يدي الكأس إن شاء الله بإذن الله. الناس راها تخدم، يعني حقيقة تقال. يعني ما نكذبوش على راسنا، كأس افريقيا ناجحه 100%، وهذا هو اللي يميز يعني يميز الدورات اللي تقام في المغرب. نشوفوا كأس افريقيا ديال السيدات، نشوفوا كأس افريقيا هذه، نشوفوا كأس افريقيا القادمه اللي غادي تكون من اروع كأسان افريقيا. وعقلوا على كلامي، يعني الناس راها تخدم، والبلد هذا يعني يخدم يعني كرة القدم ويساعد افريقيا في كرة القدم. دير لك دورات عالميه. عندك غدوه كأس العالم الاوديسات اللي غادي تقام 5 دورات في المغرب ديال السيدات الاوديسات. يعني عندك بزاف الامور اللي غادي تكون في المغرب. المهم نتمناو ان شاء الله المنتخب المغربي يزيدنا اللقب. علاش؟ فوتون صال يعني كرة، مع احترامنا لهذه الرياضة، ولكن فوتون صال كون سامعين بها انتم فوتون صال وقتها يديروا مباريات تاع فوتون صال. الف مبروك المنتخب المغربي للفوتسال، منتخب عالمي ما شاء الله. كاس افريقيا فاتت في اجواء عالميه، وفوز المنتخب المغربي اللي فاز عن جداره واستحقاق، وفاز على المنتخب الانغولي. وكانت النتيجه تكون اكثر، ولكن القائم والعارضه وردوا مشاكل، وراكم شايفين اندفاع بدني ديال الانغوليين. الاندفاع البدني اللي كان كبير وكبير جدا من وسيرتو في الشوط الاول. الشوط الاول لعبوا بشراسه، ولكن ما قدروش يقاوموا مع المنتخب المغربي، لانه المنتخب المغربي متشرس متمرد، يعني يعرف يلعب في هذا الشيء هذا، ومتمرد في كره القدم يعني المصغره. يعني يستاهل. وشفتوا اللياقه البدنيه ديال الانغوليين لانها كانت هي المنتخب الوحيد اللي كان ند للند مع المنتخب المغربي. المنتخبات الاخرين كاع فاز بهم بنتيجه كبيره ونحساس كبار. مي هذا المنتخب كان ند للند. قادر هذا المنتخب يمشي بعيد ويمشي باش يدي الكاس ان شاء الله باذن الله. الناس راها تخدم، يعني حقيقه تقال. يعني ما نكذبوش على راسنا، يعني كان تصوير عالمي. كانت كأس افريقيا ناجحه 100%، وهذا هو اللي يميز يعني يميز الدورات اللي تقام في المغرب. نشوفوا كأس العالم للأندية، نشوفوا كأس افريقيا ديال السيدات، نشوفوا كأس افريقيا هذه، نشوفوا كأس افريقيا القادمه اللي غادي تكون من اروع كأسان افريقيا. وعقلوا على كلامي، يعني الناس راها تخدم. تايق بانه البلد هذا يعني يخدم يعني كرة القدم ويساعد افريقيا في كرة القدم. دير لك دورات عالميه. عندك غدوه كأس العالم الاوديسات اللي غادي تقام 5 دورات في المغرب ديال السيدات الاوديسات. يعني عندك بزاف الامور اللي غادي تكون في المغرب. المهم نتمناو ان شاء الله المنتخب المغربي يزيدنا اللقب. علاش لا؟ لانه عندهم منتخب كبير ومنتخب عالمي. فرحونا بزاف والله العلي العظيم. تفرجنا كيما نقولوا في سيرتو الشوط الاول انا يدهشوني شويه هذاك الانغوليين خوفوني، ولكن كنت عارف بلي غادي ينهاروا في الشوط الثاني، وكنت عارف بلي المنتخب المغربي غادي يصبر لانه يعرف كيدير يخرج. ونعاودوا ناكدوا ونقول لكم الف مبروك للمنتخب المغربي، والف مبروك للرياضه المغربيه اللي ما شاء الله عليهم. الناس راهم يخدموا، الناس راهم ناجحين، الناس راهم يخدموا، الناس تخدم في الميدان. الناس والله العلي العظيم خاصنا شويه حتى حنا نتعلموا شويه، نطلعوا النيفو، نطلعوا من المستوى. لازم نحيي المنتخب المغربي لانه لاول مره يوصل للدور هذا. ما سبقش انه منتخب عربي الحقيقه عمل النتائج هذه. احنا على مستوى الافريقي مانيش لاقيين رواحنا معناتها ديجا مع المنتخبات الافريقيه. شوف المغرب موجود كيما تو في البنات خطوه خطوه قاعد يقدم في مستوى طيب. راهو الفنيات ومعناها والكاليتي نتاع التير والكنترول والباس والانجاجمون. راهو معناها كنت ما تتفرج على ماتش رجال تحسنوا برشا وقاعدين يتقدموا برشا. وفما نواة نتاع فما دي جون وفما دي سونتر دو فورماسيون نتاع البنات كيما اللي موجوده في المغرب توا. اكاديميه جديده تعملت في المغرب للبنات اللي اقل من 14 سنه 16. زاد كيف قاعدين جابوا لهم مدربين من اعلى طراز وقاعدين يتطوروا. وزاد كيف تشوف النتائج. راهو الناس يا جمال وقت اللي تكون في جيل جديد سواء في المغرب معنا ناس قاعده تخدم على تيرم وقاعده تحضر الاجيال الجديده بتقنيات جديده وبتدريبات جديده وقاعدين عاطين معناها قيمه. اي صوره المنتخب المغربي هي طبعا فرحه فريمون شيء يعمل نيفو اخر. نتمنى وان شاء الله احنا نوصلوا في البطوله النسائيه نتاعنا على الاقل تزيد تطور. السياسه اللي قاعده تنتهج فيها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قاعده تعطي في اكلها سواء على مستوى المنتخب الرجال ولا على مستوى منتخب الاناث. كي تشوف انت البرفورمانس اللي عملوها الاولاد في كاس العالم في قطر، واليوم منتخب السيدات كيف معناها
ما قصرش بالكل، يعني انتصر في السيدات، عندها تقاليد كبيره، فريق نتاعها من مراهن جدي على كاس هذه. يعني العمل اللي قاموا به في المغرب في ال10 سنين الاخرى قاعد يعطي في اكله على مستوى المنتخبات. ان شاء الله معناتها اصحابنا واللي يسمعوا فينا واللي ساهرين على كره قدم التونسيه ينجزوا على منوال في الناس هذوما اللي قاعدين يخدموا. باقي عندنا امل، ولو احنا عندنا راهو بعض اللاعبات معناها احنا في تونس ماناش لاقين ملاعب للولاد، فهمت معناها حتى واحد بريسك ما هو لاعب كره القدم النسائيه. يعني في وقت من الاوقات رغم الفيفا من بين الشروط نتاعها لكل اتحاد دولي فما دعم مالي خاص اللي يعمل منتخب سيدة الرياضه جمعيه. تو النادي النجم الساحلي عمل توأم هذاك على المستوى الافريقي. اي على المستوى الافريقي. دوك حتى عندنا حارس فما منحه ودعم مالي تبعث فيه الاتحاد الدولي للجامعات، وهذا يلزمه يقع توظيفه في الرياضه النسائيه. انا الحارس يا جمال نتاع الجمعيه النسائيه صحت في اتحاد جده. الف مبروك المنتخب المغربي للفوتسال، منتخب عالمي. فوز المنتخب المغربي اللي فاز عن جداره واستحقاق، وفاز على المنتخب الانغولي. وشفتوا اللياقه البدنيه ديال الانغوليين، لان كانت المنتخب الوحيد اللي كان ند للند مع المنتخب المغربي. المنتخبات الاخرين كاع فاز بهم بنتيجه كبيره ونحساس كبار. قادر هذا المنتخب يمشي بعيد ويمشي باش يديك كاس ان شاء الله باذن الله. الناس راها تخدم، يعني حقيقه تقال، يعني ما نكذبوش على راسنا. كاس افريقيا ناجحه 100%، وهذا هو اللي يميز يعني يميز الدورات اللي تقام في المغرب. نشوفوا كاس افريقيا ديال السيدات، نشوفوا كاس افريقيا هذه، نشوفوا كاس. المنتخب المغربي النسوي لكرة الصالات يواصل الإبداع ويتأهل بكل جدارة إلى نهائي كأس إفريقيا بعد فوز رائع على منتخب أنغولا في مباراة نصف النهائي. لبؤات الأطلس قدمن أداء بطوليا منذ انطلاق منافسات الكان، وأثبتن أنهن قوة لا يستهان بها، خاصة وأن البطولة تقام على أرض المغرب، حيث سيطرن على جميع المباريات وسحقن المنافسين بحماس وقتالية عالية. الهدف واضح الآن: تحقيق لقب كأس إفريقيا والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق. هذا الإنجاز الكبير لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة العمل المتواصل الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاهتمام المتزايد بتطوير كرة القدم النسائية في مختلف الفئات السنية، سواء على مستوى